السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن المشي الحافي في المنام، بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي عنده اي استفسار او اي رؤية يا حبايبي يخش على الفيديو ويتفرج عليه، وعندكم كلمة اشتراك بالاحمر تدوسوا عليها، وعندكم كلمة الجرس او عندكم الجرس ابو حواجب اتكوا عليه عشان تحطوا اللايك يا جماعة ويوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. واللي عنده اي استفسار يخش تحت الفيديو في الكومنتات او التعليقات يكتب لي، وان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم باذن الله. وهحط لكم فيديوهات من القديمة بتاعتي في صندوق الوصف، واللي عايز يبقى يتفرج عليها يخش على صندوق الوصف ويتفرج عليها. رؤية المشي الحافي يا جماعة في المنام، سواء للرجل قلنا قبل كده المتزوج او الست المتزوجة او البنت العزباء او المطلقة، المشي الحافي يا جماعة مش في كل حالاته او مش في كل الرؤى. لو واحدة متزوجة وشافت نفسها ماشية حافية ده بيبقى خناق، يعني في مشاكل بينها وبين زوجها. طب لو لقت الجزمة او الشوز بتاعها ان شاء الله في رجوع بينها وبين زوجها. طب المطلقة لو شافت نفسها حافية واشترت شوز او لقيت نفسها لابسة شوز ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمها بواحد كويس ويعوضها خير باذن الله. اما بالنسبة للبنت العزباء يا جماعة او للاعزب، فلو شاف نفسه ان هو بيشتري شوز او لابس شوز ده بيبقى ان شاء الله زواج قريب او خطوبة. بالنسبة للبنت العزباء لو هي شافت نفسها ان هي بتشتري شوز والشوز مقاسها بالظبط وكويس ومقاسها وفرحانة بيه، ده الشخص اللي انت بتحبيه وتتمنيه باذن الله. طيب لو شفت ان الشوز ضيق عليك ومش مقاسك ارفضي، لان ده هيكون عيشته ضيقة وبخيل ومش كويس، والله اعلى واعلم. بالنسبة يا جماعة للمشي الحافي، ان انت تكوني تشوفي في مشي حافي ان انت ماشية حافية وفردة شوز واحدة ضاعت منك، ده مش لا ده لا زوجك ولا زوجتك، ده صح، ده صديق او حد مقرب منك هيبقى، وانت الفردة واحدة اللي ضاعت بس ده يعني ايه، ان انت يعني انفصال بينك وبينه او قطعة بينك وبينه، او ان انت هتخسره او هو هيخسرك، ده لو فردة شوز واحدة اللي ضاعت او انت ما لقيتهاش خالص، او ده خسارة شراكة بينك وبين حد، كنت مشارك حد الشراكة ده هتتفض خسارة، يبقى قطع يعني قطع صلة او قرابة او ضرر هيقع عليك منه. تمام. طيب المشي الحافي بقى في دخلة الشتاء، لو شفت نفسك ان انت ماشي حافي في دخلة الشتاء ورجليك وماشي حافي وحاجات عمالة تشكشكك في رجليك، ده فترة ان انت هتكون في ضيقة مادية. حافي بقى حافي خالص، دي بتبقى ضيقة مادية يا جماعة في فصل الشتاء. ليه؟ لان في الشتاء محدش ينفع يمشي حافي ومفيش بتاع، ده بتبقى ضيقة مادية مفيش شغل خالص. بين شهر 9 و10 و11 و12 الشهور دي يا جماعة لما تشوف نفسك في فترة الشتاء ماشي حافي تبقى ضيقة مادية نهائي. طيب لو في الصيف وشفت نفسك ماشي حافي في دخلة صيف بقى، وانت شايف نفسك ان انت ماشي حافي في شهر 5 أو 4 أو 6 أو 7، ده بتبقى فرج ووسع عليك والدنيا ورزق جايلك من وسع، او شغل كنت مستنيه وجايلك. ليه بقى؟ لان احنا في الصيف ما الواحد مش بيستحمل يلبس شوز او جزمة، ما بيصدق يخش البيت يقلعها ويمشي على البلاط يرحرح كده ويبقى البلاط ساقع كده ورجليك تبل رجليك في المية وتغسل رجليك وتتشطى، ده بتبقى فرج بعد دقيقة وفرج من وسع. تمام يا جماعة، والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، لان رؤية المشي الحافي او دي كتبت لي كتير في التعليقات. ما تنسوناش بقى باللايك والشير وفعلوا الجرس.